لو حابة تلبسي قطعة مميزة جدا وستايلش وحتة يونيك كده وكمان استثمار في الفضة، مش هنعتبرها استثمار في الفضة لأنها مشغولة وقطعة أنتيك قوي بوزن 130 جرام من الفضة عيار 925. الغرزة بتاعتها تحفة، الطرق يدوي روباسيه، ده من الفنون المصرية القديمة. هنشوف طولها قد ايه. هي وزنها 130 بالظبط، المفروض الطول من هنا طولها 21. هنشوف شكلها على الايد الرجالي، شكلها بيكون بالمنظر ده كده، وتحفة في تلبسها جدا وسهلة كمان في القفل والفتح. القفل بتاعها قطعة شيك وجميلة ومميزة قوي. طيب دي وزنها تقيل حبتين، عريضة حبتين، ليها لبس معين، الغرزة بالك قوي حبتين، في قطعة ناعمة 75 جرام من الفضة عيار 925. نفس التكنيك ونفس التفاصيل ونفس كل حاجة، لكن خلينا نشوف الفرق بين الاتنين. دي عريضة برضو علشان الفضول أو من باب المعرفة، يعني دي 3 سنتي ودي 1.5 سنتي. دي 130 جرام، دي 75 جرام تقريبا. الاتنين هيكونوا في الطول واحد، لكن ما يضرش اللي احنا نقيسهم. دي الغرزة بالك قوي، دي الغرزة ناعمة قوي. الاتنين بضمان سراي عابدين على الفضة، الاتنين قطعة مميزة قوي قوي قوي. أشوفكم على خير.